السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، انا اسفة جدا على التأخير. ان شاء الله نعمل كده اكل سهل وبسيط ان شاء الله. ربنا كده يا رب كده يطرح فيه البركة بإذن الله، وتعملوا اي حاجة منه ويعجبكم. تعالوا بقى هنعمل. عيالي بيقولوا يا ماما ايه اللي جاب القلعة عند البحر؟ فان شاء الله هنعمل احنا بقى اللي جبنا القلعة عند البحر. بصوا هنعمل اكلة حلوة كده شتوية جميلة، انا بحبها جدا. والدنيا عندنا هنا في اسكندرية رعد وبرق وشتا وسيول وايه. بصوا يعني فضل الشتا محوش لنا في الاخر قال لنا ايه، خدوا عندكم. هنعمل اكله كده حلوه كلنا بنحبها، الشعب المصري تلات ارباعه بيحبها، حلوه جدا. هنا شوحنا كده شويه زيت، حطينا فيه شويه خضار. حطي بقى الخضار اللي انت بتحطيه. انا حطيت فلفل الوان وحطيت طماطم وحطيت بصل وحطيت جزر وحطيت فصين من الثوم. وبعد كده حطيت عليهم ربع كيلو من العدس، تمام. وحط كده معلقه كبيره حلوه كده من الكمون. هنقلبها نشوحها الخضار مع العدس كويس جدا. انا كان عندي شوربه لحمه حلوه يعني، محبشه كده جميله، حبهان ومستكه وورق لورا. قلت هستغلها. طب اعمل شوربه ايه؟ هعمل شوربه عدس جميل، حلوه قوي، مغذيه جدا ومفيده. انا هعملها شوربه ساده كده تتشرب كده، اللي يحب يتدفى كده يسخن شويه شوربه وياكلهم. انا مش عاملاها كوجبه اساسيه، تمام. هنعمل بقى هنا ايه، دي ميه المكرونه. هنعمل كده طواجن مكرونه حلوه جدا هتعجبكم باللحمه المفرومه، اتمنى انكم تجربوها. الميه غليت كويس جدا، نزلنا عليها بالملح ونزلنا عليها المكرونه. انا ما كانش عندي مكرونه بنه او مكرونه قليب، استخدمت اي مكرونه عندي، تمام. تعرفين بقى الجو شتا واللي عندك في البيت بتستخدميه. اللحمه دي كده كنت جايباها من كام يوم، وكانت مش عايزه اشيلها في الفريزر، فروحت مشوحاها على النار وسبتها كده زي ما هي كده، شلتها زي ما هي، شوحتها بس من غير اي حاجه. طلعتها بقى كده النهارده، رحت كده يعني قلت كده عيد تدويرها كده، رحت مشوحاها تاني ونزلت عليها كده ببصلتين كبار لحد لما اتشوحت مع البصله كويس جدا. حطيت عليها 7 بهارات، وحطيت عليها ملح، وحطيت عليها فلفل، ما حطيتش عليها بهارات اكتر من كده، تمام. وهقلب كويس جدا مع بعض لحد ما اللحمه تتشوح مع البصله كويس جدا، وحطيت عليها رشه من السكر، تمام. قلبت بقى كويس جدا لحد ما اللحمه اتشوحت وبقت تمام زي الفل. نزلت عليهم بجزرتين مبشورين، حلو جدا جدا الجزر في المكرونه. الجزر هو عامه الجزر في اللحمه المفرومه بيديها طعم تسكيره حلو قوي. قلبت كده تقلبتين لحد برضك ما الجزر اتشوح معاها. وكنت برضو فارمة كده طماطمتين كبار، حطيتهم برضو عليها كده. يعني عاملاها بالمقشرة، تمام. بشر الطماطم بالمبشرة، سوري، بالمبشرة. بشرتها كده كويس جدا لحد ما قلبت بقى معاها كله كده، تمام. وبعد كده رحت حطيت فص من التوم كبير، تمام، او معلقة توم صغيرة. قلبتهم كويس جدا مع بعض، حطيت عليهم كده معلقة ونص من الصلصة. برضه كل حاجة احطها كده اشوحها كده مع بعضها، وهنزل عليها كده بحوالي يعني ايه مجين كده من سلق المكرونة، تمام. تديها كده ايه يعني تستوى كده فيها كده، وتعملها زي صوص كده حلو. هتعجبكم اول الطريقة دي، جربوها. جربوا لو عندك شوية شوربة جربي العدس يعجبك جدا، ولو عندك لحمة مفرومة للمكرونة جربيها بالطريقة دي هتعجبكم قوي. شوحتها كده وسبتها كده تتسبك مع بعضها، وادي حبة مية تاني، تمام. حلوة قوي قوي، سهلة وبسيطة وسريعة، والوجبة كانت حلوة جدا ومغذية. بصوا اتسبكت ازاي وبقت جميلة. هنا بقى حطيت الطاس عشان نقلي بطاطس، تمام. غدوة سهلة وبسيطة، ويعني الى حد ما مغذية جميلة، والله حلوة جدا. عندي يعني عشان اشجعهم ان هم يشربوا شوربة العدس لازم اعمل لهم حاجة هم بيحبوها. هنا كنت خلاص المكرونه كانت اتسلقت وكنت صفيتها، هرجعها بقى تاني الحله بتاعتها بعد ما صفيتها، واخد كميه اللحمه على قد كميه المكرونه. انا مش هاخد اللحمه كلها، هسيب منها. ممكن اعمل اكله تانية، تمام. لان ده كان نص كيلو من اللحمه، كتير قوي طبعا على كيس المكرونه. اخدت لحد ما اللون عجبني، وادي حطيت كده، تمام. اللون بقى حلو قوي قوي. هي بس عشان الكاميرا دايما برينج لايت بيبقى بيفتح الحاجه. تيجي بقى اعبيها بقى في طواجن، عايزه بقى تحطيها كلها في صينيه واحده وتحطي عليها الجبنه براحتك، عايزه تعبيها في طواجن براحتك، في بايركس براحتك، اللي انت عايزاه. انا كان عندي الاتنين طاجن دول حلوين جدا. وهحط بقى ايه دول في بايركس كبير كده، واحد بقى مره واحده. كنت مشغله بقى الفرن عشان بس تاخد ايه تسيح الجبنه كده وتحمر الوش. كان طعمها حلو جدا جدا، العيال انبسطوا بيها، حلوة قوي.
ولحمة بقى ومكرونة وجبنة، يعني ايه تعتبر مغذية يعني. وانا حاطة خضار طبعا في اللحمة، حاطة جزر وحاطة بصل، حاطة طماطم وحاطة توم، فالدنيا كانت ما شاء الله حلوة جدا. هنبتدي بقى نحطها كده على وشها جبنة. انا الجبنة دي بقى مش عارفة هي بقت سعرها كام دلوقتي بصراحة. انا كانت عندي في التلاجة ايام ما كانت الجبنة. انا ما سألتش على تمن، انا خايفة اسأل، مش هسأل، اخليها كده مفاجأة. تمام، هحطها كده الجبنة بقى كلها حلوة جدا. انتوا عارفين طبعا الولاد بيحبوا اي حاجة فيها جبنة بتشد. هنا بقى كانت خلاص العدس استوى، هضربه بقى بالهاند بلندر. بصوا اتضرب كده، كانت ريحته حلوة جدا جدا. الشوربة مع الخضار اللي انا حطيته في العدس كان مخلي العدس ريحته جميلة جدا. يعني لو عندك شوية شوربة كده جربيه، مش مهم يكون وجبة. ممكن يعني مج كده في العشاء، ممكن مج كده بين الغدا والعشاء، ممكن مج كده على الفطار. عايزة اقول لكم ان العدس مفيد جدا جدا، ومن اهم فوائده للعظم والبشرة والشعر. هنجيب بقى حتة سمنة بلدي كده حلوة، هنزل فيها بصلاية صغيرة، هديها بس لون كده. انا ولا احط شعريه ولا احط رز ولا احط اي حاجه، انا هخليها كده شوربه كده ساده. تمام، ومعانا البطاطس بتتحمر. انا كنت عماله يعني برغي مع سلمى على طول، لازم حد ارغي معي انا. تمام، عادي عادي، الجرس بيرن وانا بسجل، مفيش اي مشكله. هطلع بقى البطاطس، لونها حلو جدا. البطاطس اليومين دول جميله، بس للاسف الزيت اللي مش جميل. بس يلا الحمد لله، ربنا يديم علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزويل. طلع بقى كده البطاطس كده، مش عايزه اقول لكم، بصوا انبسطوا جدا بالاكله دي، وكانت خفيفه جدا. والبصل على النار ما ننساهاش نقلبها بقى كده. هنحط فيها كده شوية من الثوم. هنحط بس ايه هنا البطاطس الاول تكمل تحمير، حبة البطاطس اللي فاضلين. ايدك كده تبقى شغالة في كده كذا حاجة كده وانتي شغالة. اهي البصلة خدت لون حلو، هنزل عليها بقى بمعلقة توم كبيرة، وابتدي بقى اقلب لحد ما البصلة تاخد لون. انا عايزة اغمقها شوية، مش عايزة اخليها تبقى فاتحة عشان تديني طعم حلو. هنزل عليها كده بمعلقة كزبرة واقلب كويس جدا. خدت اللون الحلو اهو. نزلت على العدس بالبصل والتومه التقليله اللي انا عاملاها. الريحه بقى مش عايزه اوصفلك. وكانت الطواجن طلعت من الفرن، وبقيت البطاطس على النار، والدنيا ما شاء الله كان دافى وزي الفل. اللهم لك الحمد، ربنا يديمها علينا نعمه يا رب، والف هنا وشفا على اللي هيجرب حاجه. بس بجد الاكله كانت جميله جدا. انا بقى اللي جبت القلعه جنب البحر، انا بقى اللي عملت العدس مع طواجن المكرونه. وادي المكرونه تحفه وريحتها جميله جدا. بصوا شايفين المطه بتاعت الجبنه كمان حلوه. ما شاء الله، الف هنا وشفا. جربوها لاولادكم هتعجبهم، كل واحده جنب حبه البطاطس. ممكن العدس لوحده جنب جنب شويه جنب فته يعني. وبصوا ادي العدس اهو جماله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وطواجن المكرونه ده المخلل اللي انا كنت مخلله معاكم. والبطاطس اهي لونها وجميل. واتمنى يا رب كده منكم كده يعني دعوه حلوه، واللايك والشير والسبسكرايب للحياة أحلى مع غدا عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.